عارف جملة هجيبلك نجمة من السما؟ اهو ده بالظبط اللي عمله بطل فيلمنا النهاردة. بتبدأ الأحداث من 150 سنة فاتوا في قرية صغيرة اسمها وول، واتسمت بالاسم ده عشان حواليها سور كبير وممنوع حد يخرج منها أبدا. في يوم بيحاول شاب اسمه دانستن يعدي من فتحة في السور، لكن بيمنعه الحارس وبيقول له لو خرجت من السور هتروح عالم تاني غير عالمنا. مش بيقتنع دانستن بكلامه، بيخلي الحارس مش واخد باله وبيخرج بسرعة من الفتحة وبيهرب بره القرية لحد ما بيوصل لمملكة غريبة اسمها ستورم هولد. بيدخل دانستن سوق المملكة وبيقابل بنت جميلة بتبيع ورد وبتديله وردة لونها أبيض وبتقول له إنها بتجيب له الحظ السعيد، وبتقول له إنها أصلا أميرة لكن اتخطفت، وبتطلب منه يساعدها تهرب ويقطع السلسلة المربوطة في رجلها. لكن بيكتشف إنها سلسلة سحرية عملتها المشعوذة اللي خطفتها ومستحيل تتفك إلا بموت المشعوذة. بيقع دانستن في حب الأميرة وبيقضي معاها ليلة وبيرجع تاني قريته وبيبقى فاكر إنه مش هيشوفها تاني أبدا. لكن بعد 9 شهور بيكتشف إنها حملت منه، بعتت له الطفل اللي سمته تريستان علشان يربيه ويخلي باله منه. عدت 18 سنة وكبر تريستان وبقى شاب وسيم وقوي، لكن حالتهم المادية بسيطة وبيشتغل عامل في دكان القرية. وبيقع تريستان في حب بنت جميلة اسمها فيكتوريا اللي بيحبها شاب كمان لكنه غني، وبيحس تريستان ان المنافسة بينه وبين الشاب الغني صعبة، وعشان يفوز بحبها بيقرر تريستان يعزمها على العشاء. لكن بتفاجئه فيكتوريا وبتقول له ان الشاب الغني هيتقدم لها يوم عيد ميلادها واحتمال هي توافق. في نفس الوقت في مملكة ستورم هولد اللي زارها بابا زمان بيكون الملك على فراش الموت، وبيطلب مقابلة ولاده الأربعة وبيسألهم عن أختهم أونا، وبيقولوا له إنها اختفت من سنين وما فكروش يدوروا عليها أصلا. بيقول لهم الملك إن واحد منهم هيكون الوريث بتاعه ولازم يتنافسوا على العرش، وبسرعة بيجري أصغر أمير فيهم وبيرمي أخوه من الشباك عشان يتخلص منه ويتبقى 3 بس. وعشان يزود المنافسة بينهم بيطلع الملك عقد فيه جوهرة سحرية وبيرميه من الشباك، وبيطير العقد بسرعة كبيرة للفضاء ويخبط في نجمة ويقع تاني على الأرض. وبيقول لهم الملك اللي هيعرف يجيب الجوهرة هيكون هو الملك من بعدي. بنرجع لتريستان وفيكتوريا اللي شافوا النجمة اللي خبط فيها العقد وبيفتكروها شهاب وقع على الأرض. بيقول لها تريستان إنه مستعد يجيب لها الشهاب ده هدية بس توافق تتجوزه، وفعلا بتوافق فيكتوريا بشرط إنه يرجع خلال أسبوع قبل يوم عيد ميلادها وإلا هتتجوز الشاب الغني. بتقع الجوهرة اللي في العقد على الأرض وسط الغابة، وجنبها النجمة اللي بيكون شكلها كأنها بنت جميلة جدا، وزي ما شافها تريستان وهي بتقع بيشوفوها 3 ساحرات اخوات بيقرروا ياخدوها هم كمان عشان سحر النجمة بيرجعهم شابات. وبيتفقوا ان واحدة بس منهم هتروح تجيب النجمة وتستخدم اخر جزء باقي معاهم من نجمة خطفوها زمان من 400 سنة. بيروح تريستان للفتحة اللي في السور ويحاول يعدي، لكن الحارس بيمنعه وبيرجع تريستان للبيت محبط وبيحكي لبابا الوعد اللي قاله لفيكتوريا وانه لازم يخرج من السور باي طريقة. بيبدأ بابا يحكي له لما خرج زمان وازاي قابل مامته، وبيوريه الصندوق اللي مامته سابته فيه وهو طفل، وسابت معاه الوردة البيضاء اللي اديتها هدية لباباه وقالت له انها بتجيب حظ سعيد، وسابت له كمان حتة من السلسلة السحرية اللي كانت مربوطة في رجلها ورسالة. بيفتح تريستان الرسالة وبتقول له مامته فيها انها سابته عشان يعيش حياة افضل من الحياة معاها، وسابت له شمعة سحرية يقدر يتنقل بيها لأي مكان. وفعلا بيولع تريستان الشمعة وبيلاقي نفسه في المكان اللي وقعت فيه النجمة. بيتفاجئ تريستان لما بيشوف البنت ومعاها العقد اللي فيه الجوهرة، وبيفهم منها انها نجمة وقعت لما العقد ده خبط فيها. بيربطها تريستان بالسلسلة السحرية اللي معاه، وبيقول لها انه وعد حبيبته يقدم لها نجمة من السماء ولازم تروح معاه، وبيوعدها انه بعد ما يقدمها هدية لحبيبته هيحررها ويرجعها تاني للسماء بالجزء اللي باقي من شمعته السحرية. وبتوافق النجمة تروح معاه وبتقول له ان اسمها ايفن. في مملكة ستورم هولد بتكون المنافسة بين ال3 اخوات الباقيين عنيفة جدا، لدرجة ان واحد منهم بيسمم الاخ الثالث وكمان الوزير، وبكده يبقى فاضل منهم 2 وبس، الامير الصغير الشرير والامير الكبير الطيب. بياخد تريستان النجمة في الطريق لقريته، وفي نفس الوقت بتكون الساحرة والامير الشرير والامير الطيب كلهم بيدوروا عليها. اول حد بيعرف مكانهم بتكون الساحرة اللي بتقابل المشعوذة اللي خاطفة مامة تريستان وبتعرف منها الاتجاه اللي راحوا فيه، وقبل ما تمشي بتعمل تعويذة للمشعوذة تخليها ما تقدرش تشوف النجمة ابدا حتى لو وقفت قدامها. في الطريق بيلاقي تريستان نفسه تايه ومش عارف الاتجاه اللي يمشوا فيه، وبتكون ايفن تعبت من المشي ومحتاجة ترتاح. بيسيبها تريستان جنب شجرة وبيقول لها انه هيدور على اقرب قرية يجيب اكل ويسألهم عن الطريق. وبعد ما بيمشي بتتفاجئ ايفن بحصان ابيض سحري بيحررها وبياخدها بره الغابة. بيرجع تريستان للمكان اللي سابها فيه وبيكتشف انها اختفت، بس بيكون تعب من المشي وبيقرر يرتاح شوية جنب الشجرة وبعدين يبقى يدور عليها. في الوقت ده بتكون الساحرة عرفت مكان ايفن وقررت تعمل لها فخ عشان تقدر تقتلها وتاخد قلبها. بتخطف الساحرة
شاب ومعزة وبتبني بيت كبير وتعمله كأنه فندق على الطريق، وبتتنكر في شكل صاحبة الفندق وتخلي الشاب والمعزة كأنهم مساعدين شغالين معاها في المكان. بنرجع لتريستان اللي نام مكانه من كتر التعب، لكن بيحلم بصوت النجوم بيطلبوا منه ينقذ اختهم ايفن، وبيحذروه انها في طريقها للساحرة اللي عايزة تقتلها وتاخد قلبها زي ما عملت مع اختهم زمان من 400 سنة، وبيقولوا له في عربية هتعدي عليك بعد شوية لازم تركب فيها وتلحق ايفن. بيصحى تريستان وهو مخضوض ومش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن بيلاقي فعلا عربية معدية وبالصدفة بتكون عربية الامير الطيب. بيترجى تريستان انه يركب معاه وبيعرف منه انه رايح لنفس المكان اللي فيه ايفن. بتوصل ايفن للبيت السحري اللي عملته الساحرة وبتدخله عشان ترتاح شوية من الطريق والمطر، وبتبدأ الساحرة ترحب بيها وتضايفها وبتكون خلاص هتقتلها، لكن بتتفاجئ بالامير وتريستان وصلوا للمكان. بيدخل الامير وبيشوف العقد في رقبة ايفن، وقبل ما ياخده منها بتجري الساحرة بسرعة وتقتله، ويبقى كده فاضل الامير الصغير الشرير وبس. بيجري تريستان بسرعة وبينقذ ايفن وبتحاصرهم الساحرة بالنار من كل مكان، لكن بيطلع تريستان الجزء الباقي من الشمعة وبيقول لإيفن فكري في البيت، وفجأة بيلاقوا نفسهم متعلقين في السحاب بين السماء والأرض. وبيبدأ تريستان يتخانق معاها ويقول لها انه طلب منها تفكر في البيت، وبتقول له انها فكرت في بيتها هي وهو السماء. وهما بيتخانقوا فجأة بتظهر سفينة طائرة عليها قبطان ومجموعة من القراصنة بيجمعوا البرق من السماء، وبيقبضوا على تريستان وإيفن ويحبسوهم. الأمير الصغير الشرير بيكون فاكر نفسه خلاص بقى الملك بعد ما أخوه الكبير اتقتل، لكن بيفتكر إن باباه قال لازم الوريث يلاقي الجوهرة، وبيروح بسرعة للمكان اللي كان فيه الفندق السحري، وبيسأل الشاب اللي خطفته الساحرة وبيقول له إن العقد مع بنت جميلة ومعاها شاب، وإن البنت دي مش إنسانة عادية، دي نجمة، وخطفهم مجموعة من قراصنة البرق وهيروحوا بيهم لجبل دارموند. وده بيخلي الأمير يطمع أكتر ويقرر إنه مش بس هياخد الجوهرة لكن كمان قلب النجم عشان يعيش للأبد. في السفينة بيبدأ قبطان السفينة اللي اسمه شكسبير إنه يسألهم عن قصتهم، وبيقول له تريستان إن إيفن مراته علشان يحميها، وإنهم أصلا من إنجلترا وعايزين يرجعوا قريتهم مش أكتر. بيقول لهم القبطان إنه هيساعدهم بس لازم يبعد عنهم باقي القراصنة الأول، وبيخدع القبطان القراصنة وبيفهمهم إنه رمى تريستان من السفينة وخطف البنت، وبيدخلهم بسرعة لغرفته وبيديهم هدوم نظيفة، وبيقول لهم إنه هيوصل شحنة البرق الأول لجبل دارموند وبعدين يوصلهم قريتهم. بيوصلوا أخيرا للجبل وبيبيع القبطان شكسبير البرق لتاجر محلي اللي بياخد باله من إيفن وبيحس إن شكلها مختلف. بيتحرك القبطان تاني بالسفينة وبيروح في اتجاه قرية تريستان، وفي الطريق بيقضوا معاه وقت جميل وبيتعلموا منه حاجات كتير زي المبارزة والعزف والرقص كمان. وفي ليلة بيقولوا القبطان شكسبير لإيفن إنه عارف حقيقتها وإنها نجمة ومش هيسمح لحد يأذيها، لكن لازم تتعلم تتحكم في مشاعرها لأنها لما بتكون فرحانة بتنور وده هيخليها تتكشف. وبيوصلوا أخيرا للشط وبيودعهم القبطان شكسبير وبيقول لهم اتجاه الطريق اللي هيمشوا فيه لحد القرية. بتوصل الساحرة لجبل دارموند وبتقابل التاجر المحلي وبتهدده وتعرف منه الاتجاه اللي اتحرك فيه القبطان شكسبير ومعاه تريستان والنجمة. في نفس الوقت بيكون الأمير بيطاردهم هو كمان. بنرجع لتريستان وإيفن اللي بيكملوا طريقهم للقرية سوا، وفي الطريق بيقابلوا المشعوذة اللي خطفت مامته. بيطلب منها تريستان انها توصلهم وبتاخد بالها من الوردة البيضاء اللي مامته سابتها له، وبتوافق توصلهم مقابل الوردة دي. وما بيكونش تريستان عارف ان الوردة دي مش بس بتجيب الحظ السعيد لكن كمان بتمنع السحر، وبمجرد ما تاخدها منه بتحوله المشعوذة لفار وتحبسه في قفص وبتتحرك بيه. بتحاول ايفن تدافع عنه لكن بتكتشف ان المشعوذة مش شايفاها بسبب التعويذة اللي عملتها الساحرة. بتتحرك بيهم المشعوذة لحد ما يوصلوا بلد صغيرة قريبة من قريته، وبترجع المشعوذة تريستان تاني لشكل انسان وبتسيبهم وبتمشي. بيقضي تريستان ومعاه ايفن الليلة في فندق في البلد دي، وبيكون فاضل يوم واحد بس على ميلاد حبيبته فيكتوريا، لكن تريستان بيقول لإيفن انها حبه الحقيقي واكتشف ده في المغامرة اللي عدوا بيها سوا، وبتعترف له إيفن إنها كمان بتحبه. لكن تاني يوم الصبح بيصحى تريستان بدري وبياخد خصلة من شعر إيفن وبيخليها في الفندق لوحدها، وبيسيب لها مع موظف الاستقبال رسالة بيقول لها إنه هيروح لفيكتوريا. بيتحرك تريستان ويوصل أخيرا لقريته وبيعدي السور وبيروح لبيت فيكتوريا يديها الخصلة، وفي نفس الوقت بيوصل الشاب الغني علشان يخطبها، وبيقول لها تريستان إنهم يستاهلوا بعض وما كانش المفروض يعمل كل اللي عمله ده علشان يفوز بحب واحدة طماعة.
وبتفتح فيكتوريا الخصلة عشان تشوفها وبتتفاجئ انها تحوله التراب. وهنا بيكتشف تريستان ان قريته في عالم تاني غير العالم اللي بره السور، ولو ايفن عدت منه هتتحول تراب هي كمان. بنرجع لايفن اللي اتصدمت من رسالة تريستان وخرجت من الفندق وابتدت تمشي في اتجاه قريته، لكن بتشوفها مامة تريستان وبتحاول تنادي عليها عشان تمنعها لكن مش بتسمعها. وبسرعة بتحرك مامة تريستان عربية المشعوذة وتجري ورا ايفن عشان تلحقها قبل ما تعدي السور. في نفس الوقت كان تريستان بيجري هو كمان علشان يمنعها. بتوصل مامة تريستان اخيرا وبتلحق ايفن على اخر خطوة، لكن بتكون الساحرة كمان وصلت وتقتل المشعوذة وبتحرر مامة تريستان وتخطفها هي وايفن. بيوصل تريستان للمكان وبيلاقي مامته سابت له الوردة البيضاء علشان تحميه، وبعده على طول بيوصل الامير وبيبدأ يطاردهم هو كمان. بتوصل الساحرة للقصر بتاعها وبتبدأ هي واخواتها يجهزوا المكان عشان يقتلوا ايفن وياخدوا قلبها، لكن بيتفاجئوا بوصول تريستان والامير اللي قرروا يتحدوا سوا عشان يواجهوا الساحرات. بيدخل الامير ويواجه مامة تريستان وبيكون فاكر انها ساحرة زيهم، لكن بيتفاجئ انها اونا اخته اللي اتخطفت من سنين. وبتقول لتريستان انها امه وبتقول له انها واثقة فيه وعارفة انه هيقدر يقضي على الساحرات وينقذهم. بيحاول الامير يواجه اول ساحرة ويقتلها، لكن ما بيقدرش يواجه الاتنين الباقيين وبيقتلوه، وبكده بيموت كل اولاد الملك ومفيش حد فيهم قدر يبقى الوريث. بيبدأ تريستان يواجه الساحرتين اللي باقيين وبينجح في قتل واحدة منهم، وبتتبقى الساحرة التالتة اللي خطفت ايفن. بتكتشف الساحرة انها ما تقدرش تأذيه بسبب الوردة البيضاء اللي اديتها له مامته، وبتحاول تخدعه وتقول له انها استسلمت. وقبل ما يخرج تريستان من القصر ومعاه ايفن بتبدأ الساحرة تدمر المكان كله علشان تقتلهم. بتطلب منه ايفن يحضنها بقوة وتنور بشكل سحري وغريب جدا لدرجة ان نورها بيدمر الساحرة وقصرها كله. وبياخد تريستان الجوهرة وبتقول له مامته انه كده بقى وريث عرش مملكة ستورم هولد. وفي حفلة تتويجه ملك هو وايفن بتقدم له مامته شمعة سحرية جديدة. بيعيش تريستان وايفن 80 سنة سوا، وفي يوم بيقرروا يسيبوا حكم المملكة لأحفادهم ويستخدموا الشمعة ويروحوا بيها للسماء ويعيشوا هناك للأبد. ولحد هنا بيخلص ملخص فيلمنا النهاردة. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. ويا ريت ما تنساش تسيب لنا رأيك تحت في الكومنتات، ونشوفكم في الملخص اللي جاي. سلام.